من أكتر الحاجات اللي ممكن تلفت نظري في الكون اللي احنا عايشين فيه هي الظواهر اللي ملهاش تفسير ومبرر، خصوصا في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي. إلا إن في بعض المواضيع العلم وقف عندها ومحدش لقى ليها تفسير، زي مثلث برمودا أو ما يعرف بمثلث الشيطان. وتسأل نفسك سؤال: هل هو فعلا ملوش تفسير حقيقي، ولا إحنا اللي لسه ما وصلناش لتفسيره؟ في النهاية بتلاقي بحر من التساؤلات وكلها بدون تفسير، خصوصا بقى لو أنت إنسان منطقي ومش بتؤمن بالخوارق الطبيعية. فأنا جاي أقولك إن إحنا عندنا في عالمنا مكان في المحيط يسمى مثلث برمودا، وده شيء ملوش تفسير. اعمل لايك وفولو واشترك في القناة وتعال نكمل. أنا حسام حسن وده سؤال ملوش إجابة. الأول خليني أقولك إيه هو عالم المحيطات ده. المحيطات هي الجزء الأكبر من الغلاف المائي اللي حوالين الكرة الأرضية، وعددهم 5، وبيغطوا 71% من مساحة الأرض بشكل عام، و97% من إجمالي المياه على الأرض بشكل خاص. والمفاجأة بقى إن العلماء صرحوا إنه لم يتم اكتشاف غير 5% فقط من المحيطات ككل على الأرض، ولسه 95% غامض ما نعرفش عنه أي شيء، لأن القسم الأكبر والأعظم من المحيطات غير مكشوف والإنسان عمره ما وصل لها. وفي أبحاث بتقول إن في أكتر من 2 مليون نوع من أنواع المخلوقات البحرية. ولو أنت مش متخيل حجم المحيطات، فأنا عاوز أقولك إن في محيط واحد بس بيشكل تلت كوكب الأرض، وهو المحيط الهادي، ومساحته حوالي 165.246 مليون متر مربع، وبيحتوي على أعمق نقطة بحرية في العالم كله، وهي المعروفة باسم خندق ماريانا، بعمق 11521 متر بالقرب من جزر الفلبين. المهم نرجع لموضوعنا، مثلث برمودا، وابقى أعمل لك حلقة لوحدها من عالم المحيطات نفسه، لأنه عاوز حلقة لوحده. هو ليه سموه مثلث مش مربع مثلا؟ وده ببساطة عشان هو بيقع بين 3 نقط جغرافية في المحيط الأطلسي، وهما برمودا وبورتريكو وفلوريدا، وأطلق عليه مثلث الشيطان. الحكاية بدأت في منتصف القرن العشرين ببعض الكتاب والباحثين اللي بدأوا يتكلموا على إن في مكان في المحيط الأطلسي بيحصل فيه حوادث خارقة للطبيعة. وكان رد خفر السواحل وقتها حسب التقارير اللي خارجة من عندهم بتقول إن عدد الطيارات والسفن اللي اختفت في المنطقة مش كبير، وما بيديش أي دلالة على وجود شيء غريب. بس الغريب أصلا ما كانش في حوادث الاختفاء نفسها. خليك معايا هتفهم، بس خليك فاكر الحتة دي كويس. كان أول ادعاء بحالة اختفاء غير طبيعية في برمودا نفسها في 16 سبتمبر عام 1950 باختفاء طيارة عسكرية أمريكية من طراز B-2V نبتون مع 14 شخص عليها، من ضمنهم راكب مدني. خرجت الطيارة من قاعدة باركس ريفر في فلوريدا في مهمة تدريبية روتينية جدا، وبعد ساعة ونص من الإقلاع انقطعت كل الاتصالات مع برج المراقبة ومحدش شافها تاني. والغريب إنهم ملقوش أي أثر ليها نهائي ولا أي شيء، أكن البحر انشق وبلعها. وبعديها حصل شوية حوادث إضافية في نفس المنطقة لحد سنة 1962 وضياع الرحلة 19، ومن هنا يبدأ الأمر أكثر غرابة. وده لسبب أغلبية البحارة أو قائد الطيارات كانوا بيقولوا تقريبا نفس الكلام قبل الاختفاء لبرج المراقبة، زي اللي قاله قائد الرحلة 19 نصا، وهو: نحن ندخل مياه بيضاء، لا شيء يبدو جيدا، نحن لا نعرف أين نحن، المياه أصبحت خضراء لا بيضاء. وبعدها حصل ادعاءات كتيرة بوجود شيء خارج للطبيعة، ولكن تم الرد عليها وانقسم الباحثين لقسمين. قسم بيقول
في شيء خارج للطبيعة، وقسم تاني بيقول الأمر عادي ومش ملفت للنظر وكمان في تناقضات. فاكر الحتة اللي أنا قلت لك عليها؟ خليك فاكرها. هقول لك، الغريب هنا مش في كتر الحوادث، الغريب هنا إن معظم الأوصاف والكلام اللي ذكر على لسان المفقودين كان تقريبا هو وبنفس الوصف. وبين كل القصص الغريبة اللي اتقالت عن مثلث برمودا في القصة الأغرب، وهي إلين أوستن. إلين أوستن هي سفينة مهجورة، وكان الطاقم اللي راكبها بيتقال إنه فاز بيها، كسبها يعني كجايزة، وانطلقوا وأبحروا بيها من نيويورك عام 1881. واختفت السفينة وظهرت من جديد مرة واحدة بس من غير الطاقم اللي كان عليها. وبعد التحقيقات من سجلات لويدز لندن وجود سفينة تدعى ميتا اتبنت عام 1854 وأعيد تسميتها من ميتا إلى إلين أوستن. وعشان الموضوع يزداد خيال مع الغموض اللي بيدور حواليه، تيجي قصة تانية وهي القارب الشراعي كارل ديرينج. بيقول لك يا سيدي إن المركب دي اتبنت سنة 1919 وكانت أول رحلة ليها بعد سنة في 20 مارس عام 1920 في مهمة نقل فحم من نورفولك فيرجينيا إلى ريو دي جانيرو. واستمرت الرحلة شهور، ولسوء الحظ شعر القبطان ببعض المرض، فاضطر أن يرسو في ميناء لويس بولاية دالوير. فعينت شركة ديرينج كابتن مخضرم عنده 66 سنة وكان اسمه ويرميل، ورجعت السفينة تاني لرحلتها. وكانت آخر مرة رأت السفينة فيها كان في 28 يناير عام 1921 عن طريق سفينة تانية بالقرب منها في تيب لوك أوت في كالوراينا الشمالية. وكان قائد السفينة اللي شافهم اسمه دون جاكبسون، وقال إنه كان عليها راجل شعره أحمر قال له بلكنة أجنبية عنه إن السفينة فقدت مرساها، وكتب عنده في ملاحظاته. ولما جه يرد عليه في اللاسلكي فشل الجهاز في إرسال الرسالة، وقال إنهم شافوا طاقم المركب واقف في المنطقة الأمامية، ودي منطقة غير مسموح بالوقوف فيها. واختفت السفينة ومحدش سمع عنها حاجة عشان يلاقوها في 21 يناير عام 1921 مهجورة في دياموند شولز. والغريب إنهم لما طلعوا على السفينة لقوا إن في أكل متجهز أكنه لسه متحضر لليوم اللي بعده. وبين القصة والقصة قصص كتير حصلت، في اللي سمعنا عنها وفي اللي محدش يعرف عنها حاجة. ومع اختلاط الحقيقة بالخيال أصبح الموضوع غامض غير معروف حقيقته. المهم لو مسافر وهتعدي من هناك قول لكابتن الطيارة يلف ويرجع، الاحتياط واجب برضو. ما تنساش تعمل لايك وفولو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتقول لي رأيك في كومنت. واستناني في حلقة جديدة كل سبت في سؤال ملوش إجابة. سلام.